رجع تاني للخطيب وهوبا. قال عنه صالح سليم ان الفرق بين الخطيب ومارادونا وبيليه ان الخطيب ما لعبش بره مصر، وقال عنه الابنودي ان الخطيب اسطوره وشاعر بيقدر يكتب برجله. قال عنه كمان اسطوره الزمالك كابتن فاروق جعفر انه كان محظوظ قوي وفخور قوي انه كان من جيل الخطيب. تخيل كمان ان مرتضى منصور اشد اعداء الخطيب قال لك ان الخطيب اسطوره لن تتكرر. خطيب اسطوره لم ولن تتكرر عشان نجيب من الاخر. كابتن محمود الخطيب اسطوره حفرت اسمها في قلوب كل المشجعين، معشوق كل الجماهير المصريه والعربيه والافريقيه، اسطوره مصريه لن تتكرر. بيبو انضم للنادي الاهلي وهو عنده 16 سنه عشان يجي بقى بعدها فرمان من كابتن صالح سليم تصعيد بيبو هنا للفريق الاول عام 1973، ومن هنا تبدا بقى الرحله التاريخيه لكابتن بيبو. بيبو لعب مع النادي الاهلي في كل البطولات ما يقارب من 310 مباراه، قدر يحرز فيها 159 هدف، وكمان مع المنتخب لعب 54 مباراه قدر يحرز فيها 24 هدف. خليني اقول لك يا صديقي ان الخطيب مع النادي الاهلي قدر يحقق بطولات كتير قوي، منها 10 دوري و5 كاس مصر و2 دوري ابطال افريقيا وواحده كاس الكؤوس الافريقيه. خليني كمان اقول لك ان الاثنين دوري ابطال افريقيا دي منهم واحده كانت اول بطوله للنادي الاهلي واللي ساهم فيها الخطيب بشكل كبير قوي عام 1982، وكمان مع المنتخب قدر كمان يحقق بطوله كاس الامم الافريقيه عام 1986. خليني اقول لك برضو ان الاسطوره كابتن محمود الخطيب كان اول لاعب مصري يقدر يفوز بالكره الذهبيه المقدمه من فرانس فوتبول للاعب هنا داخل القاره الافريقيه. عام 1976 النادي الاهلي قابل بروسيا مونشنجلادباخ، وقتها كان من الفرق الكبيره قوي في اوروبا، وبعد المقابله دي الخطيب عمل طبعا ماتش عالمي وقتها. بعدها بروسيا مونشنجلادباخ بعت عرض للنادي الاهلي عشان يشتري الخطيب، ولكن النادي الاهلي رفض رفض نهائي ان هو يبيع الخطيب وقتها. تعالى برضو كده اقول لك كام معلومه عن كابتن الخطيب محدش يعرفهم غير القليل. ان كابتن محمود الخطيب ما لبسش في حياته غير رقم 10، حتى في الدورات المدرسيه ما كانش بيلبس غير الرقم ده، وده طبعا لان كابتن الخطيب كان مغرم وعاشق كبير جدا لبيليه وقتها الاسطوره البرازيليه. طب انت عارف ان والد الخطيب كان عايز يجهد الخطيب، وبعد هنا ما ظبط مع الدكتور وظبط كل حاجه يشاء القدر هنا ان العمليه تفشل ونشوف واحد من اعظم وافضل ما انجبت هنا الكره المصريه والافريقيه، والكلام ده طبعا مذكور في كتاب الكوره والخطيب. خليني اقول لك برضو معلومه برضو مش يعرفها غير القليل برضو، ان الخطيب طوال مسيرته ما خدش غير انذارين فقط وما اتطردش ولا مره. النادي الاهلي قدر يحقق 50 بطوله في كره القدم في وجود هنا كابتن محمود الخطيب كنائب للرئيس في عهد كابتن حسن حمدي، وكمان كرئيس للنادي حاليا. عشان كده الخطيب يعتبر زي ما هو اسطوره كرويه يعتبر كمان اسطوره اداريه. الخطيب طبعا كان معروف انه اكثر اللعيبه هنا روح رياضيه واكثر اللعيبه ادبا وخلقا، عشان كده يا صديقي مين يقدر ينسى لقطته مع كابتن حسن شحاته قبل مباراه النادي الاهلي والزمالك، لما خد كابتن حسن شحاته وراح لجماهير الاهلي وراح كمان لجماهير الزمالك عشان يقلل الاحتقان بين الجماهيرين. خليني اقول لك يا صديقي ان الاصابات حرمتنا بدري قوي من اسطوره تاريخيه زي كابتن محمود الخطيب، عشان كده في ماتش اعتزاله حضر اكتر من 120,000 مشجع داخل استاد القاهره، ده غير كمان الجماهير اللي كانت واقفه بره الاستاد. في النهايه يا صديقي خليني اقول لك اننا كنا قدام اسطوره تاريخيه مصريه افريقيه مثال للادب والاحترام والاخلاق والمهاره في الكوره، صعب تتكرر تاني في الوقت الحالي.